احبائي، واش راكم ملاح؟ طولت عليكم شويه، مي جيتكم بحاجه شابه. جبتكم الجو تاع الجزر او عصير الجزر، كما نقولوا حنا الجزائريين الزروديه. جبت لكم الحلاوه فيها قليله، والكو تاعو الذوق تاعو ما شاء الله. نبداو الحاجه الاولى اللي نبداو بها هي الجزر او زروديه. عندي لهنايا 800 غرام تاع زروديه، قريب كيلو. نديروه مع ريتله وربع تاع ما. نبداو بزروديه نقطعوها ونقول لكم واش نديرو فيه هذا الجو. الزروديه تاعك قطعيها هكذا، قطعيها دوائر، ما تكونش خشينه بزاف وما تكونش رقيقه بزاف. هاي كملنا الزروديه تاعنا قطعناها. دوكا نديروها لهنايا، بس قطعتها. وهذه الزروديه تاعنا عندنا 800 غرام، نديروها في لتر ونص تاع ما، نخلوها طيب تغلي حتى طيب. كي نديروها هكا ونصيبها طايبه، نحبسوا لها الطهي تاعها ونوريكم كيفاش نخدموه. ها الجزر تاعنا طاب، ها الماء تاع لتر ونص، شوفي واش بقى منه. درك القوام احنا من بعد نحكموا فيه. واش نديرو نص كاس تاع سكر، نديرو نص كاس تاع سكر. واش نحكمو؟ الا كان عندك الاشواغ خليها تبرد شويه وديريها في الاشواغ وميكسيها. الا ما كانش عندك الاشواغ بالبغاء تخدميها هذا هكا. هاهي كملناها هكذا. أنا كملناها. شوفوا القوام اللي نتحصلوا عليه، شوفوا القوام اللي نتحصلوا عليه، ها هو ثقيل. هنا واش ندير؟ نحكم الماء بارد من الفريجيدير، نص ريتله تاع ماء بارد من الفريجيدير نديرها. بصح تقدري تحكمي في القوام، انت تحبيها ثقيله تحبيها خفيفه. انا قلت نص ريتله، الا حبيتي ديري قل ولا حبيتي ديري اكثر. هاك شفتوا القوام. قلت لكم ها نص كاس تاع الماء بارد. هنا نتحكم في القوام تاعي، ندير ونخلط ونشوف. هنا ها شوفوا، ها شوف انا درت، هاني ندير ونشوف. انا درتها كامله، ها نص كاس نص ريتله تاع ماء درتها كامله. دوكا واش نزيد هذا فنجان تاع ياغورت تاع مشماش، نزيدو لعصير الجزر هكذا ونخلط. ها شوفوا لا كولور تاعو تبدلت، القوام تاعو تبدل، ها تشوفوا. وهكذاك ومازال ثقيل، معناتها اللي تحب تزيدلو ها هكذا. دوكا نخليه يبرد ونشوفوه في طبق التقديم. ها العصير تاعنا اوجد ما شاء الله، برد. دوك نشوفوه القوام تاعو، شوفوا ما شاء الله، ها هو ثقيل. وقلت لكم اللي تحب تزيدلو تحب تزيدلو الماء تزيدلو باش يولي شويه خفيف على هكذا. نتمنى ان العصير يكون عجبكم، ونحن على ابواب سيدنا رمضان ان شاء الله يكون علينا بالخير
وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوش ابوني وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد مني.